أهلا بيكم معايا في حكاية وقصة جديدة. أعرفكم بنفسي. أنا مي، مش متجوزة، أنسة لسه. عندي 22 سنة، على قدر كبير من الجمال، وجمالي كان سبب نجبتي. مجرد ما أبويا متوفى كنت بشوف كل العيون طمعانة فيا أنا وأمي، وده اللي خلى أمي تسرع في جوازها من سعد، وده يبقى جوز أمي الحالي. ساعتها سعد كان عريس لقطة وجاي عن طريق وسيط. سعد ميسور الحال وبيشتغل في منصب مرموق في بنك كبير، وعنده فلوس بالكوم، ده غير الأملاك وخلافه. بس أمي بصراحة يومها قالت لي إن السبب الرئيسي لموافقتها هو عشان يبقى معانا راجل يحمينا. وفعلا تمت الجوازة، ولكن للأسف طلع حميها حراميها. وسعد طلع شخصية زبالة، بخيل وأناني ومعندوش ضمير وبتاع ستات. لا، والأنيل من ده كله إن عنده بنت كمان ما تتخيرش عنه. بنته دي كانت عبارة عن كتلة من الغل والحقد ماشية على الأرض، وتحس إن هي عايشة بس عشان تكره وتغل للناس اللي حواليها من غير سبب. المهم بعد ما ارتضينا أنا وأمي بالعيشة معاهم، ازداد الأمر سوء، وأمي جالها مرض اللعين، وتقرر إن هي تعمل عملية بمبلغ كبير. لكن جوز أمي رفض يدفع لها الملايين في علاجها، فبدأت إن أنا أتدخل وأطلب منه إن هو يعمل لها العملية. فهنا بدأ يساومني وكأنه لقى فرصة يوصل بيها للي هو عاوزه مني، لأن كنت ملاحظة إن هو من يوم ما شافني وهو بيلاحقني بنظراته الجعانة ووقحته المتناهية، وعلى طول كنت بهرب منه لغاية ما وقعني في المحظور وحطلي مادة مخدرة في الشاي. ولما رحت في النوم عمل معايا حاجات محرمة ينهي عنها أي دين، ويا ريته اكتفى على كده. ده صورني كمان أثناء ما كنت معاه واحنا في أوضاع وحشة قوي، علشان يبتزني وابقى تحت أمره. أبقى تحت أمره دايما، واللي زاد وغطى إن هو بيساومني دلوقتي وحاطط حياة أمي في كفة، واستمرار علاقتنا الوحشة في كفة تانية. ولما طلب مني إن أنا أقرر وأشوف أختار إيه، قررت إن أنا أتعامل معاه بنفس أسلوبه، وفهمته إن أنا موافقة باستمرار العلاقة، لكن بشرط واحد بس، وهو إنه مش هيلمسني تاني غير لما أمي تعمل العملية وتقوم بالسلامة. وطبعا هو كان عنده الضمانات اللي هتجبرني أوفي بوعدي بعد علاج أمي، وهي الفيديوهات اللي ماسكها عليا. أما عني أنا، في يوم ما وافقت وكنت مقررة إني لازم أخلص منه للأبد وأقتله. أيوة، اللي زي سعد ده لازم يموت. لكن كان لازم أفكر في طريقة ذكية جدا، بحيث إن أنا أخلص منه من غير ما حد يعرف ان انا اللي قتلته بالطريقة دي، او حتى ليا صلة باللي حصل له او باللي هيحصل له. وطبعا كان لازم يحصل قبل ما امي تعمل العملية. المهم مشي الحال على كده، وبدأ سعد يفكر فعليا ان هو يدخل امي المستشفى، وانا بدأت افكر ازاي هخلص منه. بس قبل ما اعمل كده كان لازم امسك التليفون بتاعه واحذف الفيديوهات بتاعتي من عليه. واول حاجة عملتها هي اني اراقبه لغاية ما اعرف الباسورد بتاع التليفون. وفعلا وفي نفس اليوم راقبته، وبفتح التليفون بتاعه، وفي أول فرصة استغليت فرصة دخول الحمام وفتحت الموبايل. لكن للأسف ما لقيتش أي أثر للفيديوهات، وقلت يمكن نحتفظ بيهم على الكمبيوتر. المهم، فأثناء ما أنا كنت بفتش اكتشفت بلاويه. أولها إنه عامل علاقات شمال كتير مع بنات على النت وغير النت. لكن أكتر علاقة لفتت نظري هي علاقته مع موظفة معاه في البنك، واسمها هناء. وده عرفته عن المحادثات اللي ما بينهم والصور اللي هي بعتها له. الست دي متجوزة، ولما قريت محادثاتهم لقيت ان العلاقة بايظة على الآخر. لكن فهمت من كلامهم مع بعض معلومة مهمة قوي، وهي ان سعد جوز أمي مخلف ولد شاب اسمه محمد. ابنه ده مسافر برا، ولما شفت صورة ابنه لقيته شاب وسيم قوي، وباين على هيئته ان شيك وميسور الحال. لكن استغربت ليه سعد جوز أمي ما جابش سيرة ابنه ده قدامنا أبدا. وفي أثناء ما كنت بتأمل صورة ابنه سمعت صوت باب الحمام بيتفتح. كنت هكتفي بكده وأقفل الموبايل، لكن معرفش ليه استوقفتني صورة صاحبته دي. فبعت صورها لموبايلي بسرعة وأخدت رقمها كمان عندي.
ساعتها أنا ما كنتش عارفة أنا هاعمل إيه برقمها ولا الصور بتاعتها، بس أهو أي سلاح أمسكه ضد سعد وخلاص. المهم قفلت بعدها الموبايل ورجعته مكانه وكأن شيئا لم يكن، ورجعت أفكر تاني إزاي أخلص من سعد جوز أمي قبل ما أمي تعمل العملية ويجبرني بإني أوفي بوعدي. وفضلت طول الليل أفكر لكن ما وصلتش لحل. وتاني يوم لقيت سعد جوز أمي جاي بيقولي روحي اتفقي مع الدكتور اللي هيعمل العملية لأمك. ففرحت قوي واتصلت بسرعة بصاحبتي علشان تيجي معايا أنا وأمي للمستشفى. وفعلا اتفقت معاها إن أنا هقابلها عند المستشفى. وبعد ما لبست ورحت على أوضة أمي علشان أطمن عليها وأبشرها إنها خلاص هتعمل العملية وخلاص هتخف، لكن أول ما قلت لأمي الخبر ده لقيتها استغربت وسألتني وقالت لي غريبة قوي الحكاية دي، ايه اللي خلى سعد يغير رأيه فجأة كده؟ قلت لها بابتسامة يمكن يكون ربنا هداه، أو يمكن يكون فكر في شكله قدام الناس. المهم دلوقتي إنك تقومي علشان هتعملي العملية، يلا عشان تقومي لي بالسلامة. ويلا بقى قومي بسرعة البسي علشان نروح نتفق مع الدكتور على ميعاد العملية. أخدتني أمي في حضنها وقالت لي خدي بالك من نفسك يا بنتي. فحطيت راسي في حضنها وقلت لها أنا هاخد بالي منك دلوقتي علشان انتي أغلى حاجة عندي، أغلى من نفسي. وطبطبت أمي عليا وبعدها أخدتها وخرجنا. وقدام باب المستشفى قابلنا يمنى صاحبتي اللي كانت مستنيانا. وبعد ما الدكتور كشف على ماما قرر ان هو يحجزها علشان يجهز العملية. وبعد ما عرفت من الدكتور تكلفة العملية اللي لازم أدفعها للمستشفى حاولت أتصل بسعد علشان يحول لنا المبلغ، ولكن سعد كان قافل موبايله كان مقفول. فقررت أخد صاحبتي ونروح له على البيت عندنا. وفي أثناء خروجنا من المستشفى صاحبتي قابلت واحدة صاحبتها واسمها منال. وبعد ما سلمت على منال قالت لها انت بتعملي ايه هنا؟ قالت لها خطيبي جاي يغير على الجرح هنا في المستشفى وانا مستنياه هنا. واثناء ما صاحبتي وهي وصاحبتها كانوا بيتكلموا خرجت الممرضة من الكشف ونادت على منال فاستأذنتها لثواني، بس أكدت على يمنى إن هي تستناها لما ترجع. وأثناء ما كنا بنستناها بصيت لصاحبتي وقلت لها باين على منال صاحبتك بتحب خطيبها قوي. قالت لي دي بنت هبلة ومش عارفة إنها بتودي نفسها في داهية. قلت لها ليه بتقولي كده؟ قالت لي منال رايحة تتخطب لواحد فيه عبر الدنيا كلها وأخلاقه زي الزفت، والأفظع من ده كله إنه بلطجي. قلت لها بلطجي ازاي؟ يعني هو بيشتغل ايه أصلا؟ قالت لي ما أنا بقولك بيشتغل بلطجي، وأي حد متخانق مع حد وعايز يأذيه بيأجره. قلت لها يا شيخة حرام عليكي، ما يمكن إشاعات. فردت عليا وقالت لي طب ايه رأيك إن هو اتحبس أكتر من مرة وأكتر من جريمة قتل والمحامي بتاعه طلعه منها بالثغرات إياها. قلت لها تقصدي إن خطيبها قاتل مأجور؟ قالت لي أيوة بالظبط كده. في اللحظة دي حسيت إن أنا لقيت اللي كان ناقصني، وقلت لنفسي هو ده الشخص المطلوب، هو ده اللي ممكن يخلصني من جوز أمي. وطبعا كبرت في دماغي فكرة جهنمية فقررت أنفذها على طول. فعملت إن أنا مبهورة بموبايل منال صاحبتي وعايزة أجيب موبايل زيه، وطلبت منها إن هي تطلب من منال إن هي تجيب لي الموبايل بتاع صاحبتها بحجة إن أنا عايزة أشوف مميزاته. بعد ما أخدت التليفون استغليت إنهم انشغلوا بكلامهم مع بعض وخدت رقم خطيبها البلطجي وسبتهم في المستشفى ورحت اشتريت خط جديد للموبايل وشحنته واستنيت لي بالليل. وبعدها رنيت على رقم البلطجي ده، اتصلت عليه من الخط الجديد وكلمته بصوت كله دلع وأنوثة. قلت له معلش أنا بعت رصيد على رقمك بالغلط، ممكن ترجعهولي؟ قال لي انت تؤمري يا قمر، بس حتى على الأقل نتعرف في الأول. فضحكت بصوت عالي وقلت له وماله يا سيدي، وماله لما نتعرف، المهم انك ترجع لي الرصيد. ومن هنا بدأ التعارف والكلام ما بيني وما بين البلطجي ده. فهمته ان انا اسمي سلمى وكنت بشتغل موظفة في بنك، لكن انفصلت بسبب رئيسي في الشغل. وعلشان اسخن العلاقة وعلقه بيا اكتر بدأت ابعت له صورة سلمى اللي هي صاحبة جوز امي. وفي مسافة يومين كان صاحبنا ده اتعلق بيا وبقى يكلمني ليل نهار. ولما طلب ان هو يشوفني
رفضت بحجة إن أنا ست متجوزة، وبدأت أشكيله عن حالي وأقوله إن في عداوة ما بيني وما بين رئيسي في الشغل بسبب ملاحقته ليا، وإني لما امتنعت عنه اتسبب في فصلي من الشغل، وفهمته إن أنا أصلا بفكر في الانتقام، لكن مش عارفة انتقم منه ازاي. فسألني عن اسمه، فقلت له اسمه سعد. قال لي عايزة تقرصي ودانه بس ولا عايزة تخلصي عليه خالص؟ فسكت شوية وبعدها رديت وقلت له عايزة أخلص منه، بس مين اللي ممكن يخلصني منه؟ قال لي أنا أعرف واحد بيخلص على المواضيع دي، بس تمنه حراق شوية. قلت له بياخد كام يعني؟ قال لي بياخد 50 باكو. قلت له 50 باكو؟ 50 باكو دي يعني 50,000 جنيه. قال لي أيوه، نص مقدم والنص التاني بعد التنفيذ. قلت له طب ما تكلمه يقبل ياخد مني 10 مقدم على ما اجهز له باقي المبلغ. ففكر شوية وقال لي من عينيا حاضر، هكلمه علشان خاطرك، عشان خاطرك انتي بس. قلت له بس انا عايزة التنفيذ في اسرع وقت، في اسرع وقت ممكن. فرد عليا وقال لي مسافة ما تبعتيله المقدم هيبدأ في التنفيذ. فرديت بحماس وقلت له حاضر، هجهز لك المبلغ، بس من فضلك اتعامل انت معاه علشان انا بخاف اتكلم مع البلطجية. فضحك وقال لي حاضر انا هتعامل معاه، بس ابعتي انت بس بيانات الزبون وابعتي المقدم. وبعدها قفلت معاه. قررت ان انا هعمل المستحيل لغاية ما اجمع ال10,000 دول، وبعدها الراجل ده يقتل سعد. هقفل موبايلي واختفي وهو مش هيعرف يوصلي. ورجعت اقول لنفسي بس على الله الراجل ده ما يطلعش بينصب عليا هو كمان وياخد ال10,000 جنيه ويقفل موبايله ويهرب مني. المهم تاني يوم سعد راح دفع مصاريف العملية بالكامل، ولما لقيت الوقت بيجري وأمي هتعمل العملية خلاص، ما عداش اليوم عليا إلا وكنت بعت السلسلة الدهب بتاعتي اللي المرحوم بابا كان جايبها لي، الله يرحمه. واتصلت بالراجل ده وقلت له ان انا جهزت ال10,000 وهبعت لك زي ما بعت له العنوان والهدف وخط سيره، وفهمته ان انا مستعجلة. فوعدني ان هو هيبشرني بكرة الصبح بتنفيذ المهمة. قلت له ياه، المهمة هتتنفذ فين وازاي؟ قال لي انت ليكي تعرفي ميعاد المهمة بس، لكن فين وازاي دي بقى ملكيش فيها. وقلت له تمام. وفي اليوم ده اتعمدت ان انا أبات عند أمي في المستشفى علشان أبعد نفسي عن أي شبهة. وفضلت في الليلة دي صاحية من القلق والرعب. ولما طلع الصبح فضلت مساهمة وأنا مستنية خبر سعد يجي لأمي اللي كانت لسه بيجهزوا للعملية. لكن عدت الساعات، الصبح بقى الظهر، ولا حس ولا خبر. فاتصلت على الراجل ولقيته موبايله مقفول، فعرفت إن هو نصب عليا وأخد ال10,000 وخلع. ففضلت أضرب على دماغي الغبية اللي تسببت في ضياع السلسلة الذهب اللي كانت من ريحة أبويا. ولما حسيت إن دماغي هتضرب مني حاولت أنام عشان أبطل تأنيب في نفسي، وفعلا رحت في النوم. وبعد فترة من الوقت صحيت على إيد الممرضة اللي كانت جاية بتسألني عن ماما. فلما بصيت على السرير لقيته فاضي. قلت لها مش عارفة، يمكن تكون في الحمام. فقالت لي انا بصيت في الحمام ما لقيتهاش. وقلت لها امال يعني هتكون فين؟ قالت لي ممكن تكون زهقت وخرجت تتمشى شويه، تمشي رجليها بره. فخرجنا بسرعه انا والممرضه ونشوفها وبرضه ما لقيناهاش اثر. لكن بعد ما رجعنا لاوضتي سمعت صوت ميه في الحمام، ففتحنا لقينا ماما جوه. قلت لها كنت فين يا ماما؟ قالت لي انا ما روحتش مكان، انا يا دوب قمت دخلت الحمام وانتوا دخلتوا عليا دلوقتي. استغربت من امر ماما، ده احنا دورنا عليها في الحمام وهي ما كانتش موجودة فعلا. المهم بعدها عدى الموقف بماما ورجعت افكر في الراجل اللي لما سمعت العصر بيأذن اتأكدت ان هو ظني خلاص خاف فيه. ورجعت افكر اعمل ايه مع جوز امي. واثناء ما كنت قاعدة شايلة الهم اتفاجئت برجالة الشرطة داخلين علينا المستشفى وبيسألوا ماما، يقولوا لها انتي مرات سعد؟ ماما ردت وهي مستغربة ايوه. قالت له ايوه انا مراته. ليه ماله؟ قال لها انتي ما تعرفيش ان جوز حضرتك فارق الحياة النهاردة؟ قالت له يا مصيبتي السودة، ازاي جوزي مات؟ حصل امتى ده؟ فرد عليها الضابط وفجر المفاجأة اللي من العيار التقيل وقال لها جوزك يا مدام احنا لقيناه مقتول. امي صرخت ووقعت من طولها وفقدت الوعي في اللحظة دي. اتدخل الدكتور وساعدها لغاية ما رجعت لوعيها، وبعدها
أمرهم ياخدوا ماما على أوضة العمليات فورا. فوقفوا الضابط وطلب إن هو ياخد من وقته لحظات. وبعد ما سأل الضابط عن حالة ماما الصحية بدأ الدكتور يشرح للضابط خطورة مرضها، وعرفه إن ماما كانت محجوزة في المستشفى من يومين علشان يجهزوها لإجراء العملية اللي تتعمل النهاردة. وشهد الدكتور بإن أنا وماما كنا في المستشفى في الوقت الجريمة. المهم بعد ما استمع الضابط لشهادة الدكتور لقيت الضابط جاي ناحيتي وبيسألني: انت اسمك ايه؟ قلت له: انا اسمي مريم. قال لي: انت بنت المجني عليه؟ في اللحظة دي رسمت الدهشة والألم على وشي ورديت بأسف وقلت له: لا، أنكل سعد مش بابا، ده يبقى جوز ماما. بس أنا كنت بعزه، أصله كان حنين عليا قوي. بصلي الظابط وسألني تاني قال لي: هو أنكل سعد كان له أعداء أو كان في بينه وما بين حد مشاكل؟ فبصيت له ببراءة وقلت له: لأ خالص، أنكل سعد كان زي النسمة وما كانش بيعمل مشاكل مع حد نهائي. وفي اللحظة دي الضابط هز راسه وقال لي: تمام، تقدري تروحي تطمني على والدتك. وبعدها سابني ومشي. رجعت اتنفس تاني بعد ما كنت حاسة ان قلبي هيقف من شدة الخوف والتوتر. وفضلت اقول لنفسي: اخيرا اخيرا خلصت من جوز ماما ده. هو ايه ده؟ على كده بقى انا ظلمت الراجل المجرم ده. ومجرد ما افتكرته جريت بسرعة على الموبايل بتاعي وشلت منه الشريحة اللي كنت بكلمه منها وكسرتها ومسحت كل اللي على التليفون ورجعت الموبايل لضبط المصنع. وبعد ما نضفته اتفاجئت بالممرضة وهي بتقولي انهم اخدوا ماما لأوضة العمليات وان هم بدأوا يعملوا لها العملية. في اللحظة دي خفت قوي واترعبت من جريمتي اللي ارتكبتها، وخفت لا ربنا يعاقبني في ماما. فضلت طول الوقت أدعي ربنا وأقول له: يا رب، يا رب ما تاخدهاش بذنبي وما تعاقبنيش بيها. فضلت مستنية قدام الأوضة بتاعة العمليات، والوقت ده كان بطيء والإحساس مرعب. بس اللي خفف عني إني لقيت يمنى صاحبتي جاية بتاخدني في حضنها وبتقولي: اطمني، مامتك هتقوم بالسلامة وهتبقى بخير. فضلت أعيط وأدعي لماما وأقول: يا رب، يا رب. وبعد مرور وقت طويل وتقيل لقيت الممرضة جاية وبتقولي: خلاص العملية تمت. وقلت لها: هي فين؟ أنا عايزة أطمن عليها. قالت لي: مش هينفع تشوفيها دلوقتي لأنها في غرفة العناية المركزة. قلت لها: حالتها ايه دلوقتي؟ قالت لي: ان شاء الله هتبقى كويسة. وقلت الحمد لله. وفضلت امي في اوضة الانعاش طول الليل. وطبعا يمنى صاحبتي روحت لبيتها وانا فضلت صاحية لغاية الصبح قدام اوضة الانعاش اللي فيها ماما. وبعد مرور الوقت رجعت لي الممرضة تاني وقالت لي: تقدري تيجي تشوفي والدتك. فجريت على الأوضة اللي فيها ماما ومجرد ما دخلت عندها لقيتها فاقت. الفرحة ما كانتش سايعاني وقتها. أمي قامت بالسلامة وسعد غار في 60 داهية. أنا دلوقتي أسعد واحدة في العالم. وفجأة جت صاحبتي وقطعت عليا إحساس السعادة اللي كنت فيه وقالت لي: خدي، جبتلك هدوم سودا علشان تروحي تستقبلي العزا مع منيرة بنت جوز مامتك في البيت. قلت لها: أنا ما أقدرش أسيب ماما، إزاي؟ قالت لي: سيبي ماما وروحي حتى لو ساعة واحدة بس، اقفي في العزا عشان محدش يقول إنكم سبتوا بنته تاخد العزا لوحدها. وقلت لها: طب ازاي هسيب امي لوحدها دلوقتي؟ قالت لي: انا هقعد معاها، روحي انتي بيتكم دلوقتي وقفي ساعة معاها في العزا وبعدين ابقي ارجعي لمامتك. قلت لها: ماشي. وفعلا بعد ما اطمنت على امي سبتها نايمة ويومنا قاعدة جنبها، ورحت على الفيلا ولقيت ناس كتير قوي جايين. فقلت ادخل على اوضة المكتب بتاعة سعد جوز امي علشان أفتش عن الفيديوهات إياها في الكمبيوتر بتاعه ومن غير ما حد ياخد باله، وبعدين أبقى أنزل أقابل الناس اللي جايين العزا. وفعلا اتسحبت كده لحد أوضة المكتب. ومجرد ما دخلت اتفاجئت بمنيرة داخلة ورايا ومعاها 2 رجالة شكلهم زي البلطجية. ولقيتها بتقولي: انت جاية هنا ليه تاني؟ أمك بعتاكي تاخديلها الميراث بعد ما قتلت بابا. فبصيت لها بغضب وقلت لها: انت بتتكلمي ازاي بالأسلوب ده معايا؟ برقت لي عينيها وقالت لي: انا متخلفة؟ تمام، انا هوريكي. وصرخت في البلطجية اللي معاها وقالت لهم: البنت دي سرقت الذهب بتاعي. قلعوها هدومها كلها وفتشوها لغاية ما بلغ البوليس. وفي لحظة هجموا عليا ال3 البلطجية وبدأوا يقلعوني هدومي. في اللحظة دي صرخ فيهم صوت رجالي:
وقال لهم ابعدوا عنها. في نفس اللحظة دي لقيت المنقذ ده راح ساحبني كده من وسطهم أخدني وراه علشان يحميني منهم، واخدني الفضول وبصيت ناحيته. لما اتحققت من الشخص ده لقيت شكله مش غريب عليا، بس عرفته أول ما منيرة نطقت اسمه وقالت له سيبهم يا محمد، البنت دي تبقى مرات أبوك. وأنا بنفسي شفت أمها بعينيا وهي بتقتل أبونا، وكنت همسكها لكن هربت بعد ما عملت عملتها، ودلوقتي بعت بنتها تسرقنا. في اللحظة دي افتكرت صورة محمد اللي شفتها في موبايل جوز أمي، وعرفت إن اللي قدامي يبقى محمد ابنه. وطبعا الكلام اللي قالته منيرة لمحمد دلوقتي هيخليه يخلص عليا. وأثناء ما كنت واقفة بفكر في الورطة اللي أنا فيها لقيت محمد قبض على إيدي وقال لي أمك فين اتكلمي. حاولت أشد إيدي منه وقلت له عايز تعرف مكان أمي ليه؟ علشان تروح تأذيها صح؟ رد هو ماسك ايديا التانية وقال لي وربي وما أعبد لو اتأكدت إن أمك هي اللي قتلت أبويا لهجيبها حتى لو كانت فين. ساعتها هدفعها التمن غالي. فردت منيرة بجبروتها المعتادة وقالت له سيبها للرجالة بتوعي وهم هيعرفوا يجبروها إن هي تقول مكان أمها فين. في اللحظة دي استجمعت قوتي وشجعتي وصرخت فيهم وقلت لهم اتفضلوا اقتلوني أنا واقفة قدامكم أهو. وبصيت لمحمد وقلت له بس قبل ما تودي نفسك في داهية وتقتل حد ظلم اتحقق من الكلام الكذب والافتراء اللي انت سمعته من منيرة، وساعتها تتأكد إن أمي بريئة. فكر محمد شوية وبعدها قال لي فين دليلك على براءة أمك؟ وقبل ما أرد عليه ولا أنطق بأي كلمة الباب خبط والشغالة دخلت تقول لمنيرة إن ضابط المباحث بيسأل عنها. فردت منيرة وقالت لها كويس قوي، أهو البوليس جه لحد هنا، وأنا هتهم أمك وهم هيعرفوا يجيبوها. طبعا اتفاجئنا إن حضرة الضابط دخل علينا الأوضة، وكان نفس الضابط اللي حقق معايا في المستشفى. وأول ما الضابط شافني لقيته بصلي كده وقال لي ازيك يا مريم. قلت له الحمد لله. طبعا منيرة اتعجبت لما لقيت الضابط عارف اسمي، وقربت من الضابط وقالت له انا بتهم مرات ابويا هي اللي قتلته، هي اللي عملت كده في ابويا وخلصت عليه، وبنتها دي عارفة مكانها ومتسترة عليها. بصلها الضابط وقال لها عندك دليل على اتهامك لمرات ابوكي؟ اتوترت واتلعثمت في الكلام وقالت اكبر دليل ان هي هربت واختفت بعد ما ابويا توفى. فبصلها الضابط وبص لمحمد وقال له انا ما تعرفتش بحضرتك قبل كده، انت مين؟ قال له انا محمد ابن المجني عليه. فرد الضابط وقال له البقاء لله، انا سمعت ان انت كنت مسافر بره. فمحمد بص للضابط وقال له ايوه كنت مسافر ولسه راجع من كام ساعة اول ما بلغوني الخبر. رد الضابط بهدوء وقال له تمام، اقعدي يا منيرة واقعدوا كلكم. وسمعنا الكلام وقعدنا فعلا. وبدأ حضرة الضابط يتكلم ويوجه كلامه لمنيرة، منيرة تحديدا، وقال لها يوم الحادثة احنا جالنا اتصال من الشغالة بان هي لما رجعت اجازتها اتفاجئت بالمجني عليه واقع في الارض وكمان في عدة طعنات. ولما وصلنا لمسرح الجريمة اكتشفنا ان الفيلا تعرضت لعملية سرقة. وطبعا بدأنا نشك في مرات المجني عليه لانها ما كانتش في البيت لما وصلنا، ولكن بعد التحريات عرفنا ان هي في المستشفى وكانت مرات ابوكي بتعمل عملية. واتحققنا مع الطبيب اللي كان بيعالجها واكد لنا ان هي وقت وقوع الجريمة كانوا بيجهزوا لها لإجراء عملية خطيرة. واتأكدنا كمان إن بنتها كانت مرافقة ليها، يعني مرات أبوكي وبنتها فضلوا ملازمين المستشفى وما خرجوش منها بقالهم يومين تقريبا. والواقع كده بينفي اتهامك لمرات أبوكي. في اللحظة دي بص محمد لأخته بغضب من غير ما يوجه لها أي كلام، ورجع سأل الضابط وقال له أمال مين اللي ممكن يكون عمل كده في أبويا حضرة الضابط؟ قال له ما هو ده اللي أنا جاي علشانه دلوقتي. احنا لما فرغنا الكاميرات ما ظهرلناش أي شخص غريب داخل أو خارج من الفيلا، وده لأننا اكتشفنا إن الكاميرات اتعطلت بفعل فاعل قبل ارتكاب الجريمة. لكن لما فرجنا الكاميرات اللي في الفيلا المقابلة للفيلا بتاعتكم شفنا في الفيديو شخص لابس نقاب والكاميرات جايبة الشخص ده دخل للفيلا قبل ارتكاب الجريمة وخرج بعدها بساعة، وكان لابس نفس الهدوم في الخروج برضو النقاب. ودلوقتي أنا عايزكم تشوفوا الشخص المنقب اللي في الفيديو ربما تتعرفوا عليه. وبالفعل شغل الضابط الفيديو. أول ما ظهر الشخص المنقب محمد قال اللي لابس النقاب ده راجل مش واحدة ست.
في اللحظة دي أنا بطني وجعتني وخُفت يوصلوا للبلطجي اللي أنا أجّرته ويتكشف سري. المهم بعد ما شُفنا الفيديو ردّينا إحنا ال3 وقُلنا إحنا ما نعرفش حد بالأوصاف دي، فطلب مننا لو أي حد اتوصّل لأي معلومة يتصل بيّا فورًا. وبعد ما خلّص الضابط مهمته سابنا ومشي. وبعد ما مشي بصّيت لأميرة وقالت لي: "على فكرة براءة أمِك مش هتغيّر من موقفي ناحيتِك، ولا أنتِ ولا هي." فقُلت لها: "يعني إيه؟" قالت لي: "يعني تتفضّلي تلمّي هدومِك أنتِ ومامتِك وتمشي من هنا، ومش عايزة أسمع إنكم قرّبتوا من الفيلا تاني." بصراحة أسلوبها استفزني وكنت ناوية أصرّخ في وشّها وأسبّها بكل الشتايم، القديم والجديد. بس قبل ما أعمل كده محمد وقّفها عند حدّها وقال لها: "أنتِ تخرسي خالص ومش عايز أسمع صوتِك بعد كده. مش كفاية إنِّك اتهمتِ أمها بالكدب، عايزة كمان تحرمي الست من حقّها في ميراث جوزها." ولمّا محمد وقّفها عند حدّها وسابنا ومشي، لقيت نفسي واقفة معاها لوحدي، خُفت لا تاكلني، فعملت نفسي بادوّر على الموبايل وجريت من قدّامها. ولمّا رجعت لأوضتي قررت إن أنا آخد هدومي وهدوم أمي وأهرب من البيت المشحون بالغل ده. لكن لمّا دخلت الأوضة لقيتني بافكّر في التصرُّف بتاع التصرُّف الشهم اللي عمله معايا محمد. بصراحة كنت مبهورة بقوة شخصيته. بس محمد إيه وبتاع إيه، لا، لا، لأ، أنا لازم أهرب حالًا قبل ما يتكشف المستور. وبالفعل جهّزت الشنط وأخدت حاجتي وحاجة ماما ورايحة ناحية باب الأوضة. لكن قبل ما أخرج سمعت صوت محمد جاي من ناحية المكتب وكأنه بينادي عليا بصوت عالي. فسبت الشنط ورحت أشوف في إيه. أول ما دخلت عليه لقيته ماسك في إيده موبايل سعد جوز أمي. فقربت من المكتب وسألته وقلت له: "أنت كنت بتنادي عليا ليه؟" فبصلي بعينه اللي كانت بتطق شرار وقال لي: "أنت بتعرفي الباسورد بتاع موبايل أبويا؟" اتوترت وارتبكت. بعد ما سمعت سؤاله اتمسكت كده ورديت عليه وقلت له: "لأ، وأنا هاعرف إزاي؟" بص لي وبص للموبايل بحيرة وقال لي: "أنا جربت أكتر من مرة إن أنا أفتحه وما فتحش." فسألته بتعجب وقلت له: "هو ده اللي مخليك متضايق أوي كده؟" قال لي: "لأ، أنا متضايق لأن في شخص اتصل على الموبايل ده من رقم مش متسجل، متسجل باسم سلمى." ولما رديت على الرقم لقيته راجل بيرد عليا وفضل يشتم بألفاظ قذرة وكان بيهرتل كده بكلام غريب ما فهمتش منه حاجة. وفي الآخر قفل السكة في وشي. وطبعا هو كان فاكر ان انا صاحب الموبايل اللي هو ابويا يعني. فحاولت افتح التليفون علشان اشوف ايه حكايته ده وازاي يتجرأ ويطول على ابويا بالمنظر ده. في اللحظة دي انا استغربت لما شفت الموبايل بتاع جوز امي في ايد محمد، لأن المفروض إن التليفون ده كان أول حاجة هيدور عليها ضابط المباحث، يعني المفروض الموبايل يبقى مع البوليس دلوقتي. فسألت محمد وقلت له: "هو إزاي ضابط المباحث ما خدش منك التليفون؟" رد عليا محمد وقال لي: "معرفش، والغريب أنا دخلت المكتب أول ما جيت هنا والتليفون ده ما كانش موجود، بس لما دخلت المكتب بعد شوية سمعت صوت التليفون بيرن وصوت الرنة جاية من درج المكتب. ففتحت الدرج ولقيت التليفون قدامي بعد ما سمعت اللي قاله محمد. خفت لا تكون الفيديوهات بتاعتي موجودة في مكان خفي في التليفون. ففكرت إن أنا أخد التليفون وأمسح كل البيانات اللي عليه وأرجعه لضبط المصنع علشان أطمن أكتر. فرديت وأنا بمد إيدي علشان أخد منه التليفون وقلت له: "عموما في برنامج على النت عشان يفتح الباسورد بتاع التليفون وأنا هفتحهولك." ابتسم محمد وقال لي: "معلش هتعبك معايا." وقلت له: "لأ، مفيش تعب ولا حاجة، ده كفاية الموقف الشهم اللي انت وقفته معايا. أنا عمري ما هنسى إنك أنقذتني من أختك، بجد ألف شكر." قال لي: "مفيش شكر ما بين الإخوات." رديت وقلت له: "اخوات؟ طيب ماشي." المهم بعد ما استأذنت من محمد بحجة ان انا هحاول افتح الباسورد ببرنامج من على النت، رحت بسرعة على اوضتي فتحت التليفون وفتحت الباسورد اللي انا كنت عارفاه. وبمجرد ما فتحته اتصدمت لاني شفت صور كتير قوي ليا في التليفون وكان واضح اني كنت بتصور وانا مش واخدة بالي. والزفت ده جوز امي مركز على تفاصيل من جسمي وانا نايمة. ففضلت اتصفح الموبايل وانا مستغربة لاني ما شفتش الصور دي لما فتشت التليفون قبل كده. وده معناه ان التليفون الفيديوهات بتاعتي موجودة برضو في التليفون وربما تكون في فولدر مخفي وانا لسه ما وصلتلهاش. فحمدت ربنا ان محدش شاف الصور دي قبل مني، خصوصا حضرة الضابط او محمد.
وبسرعة عملت مسح للبيانات وخليت التليفون على ضبط المصنع، ورجعت قفلت التليفون. رحت لمحمد واديت له التليفون وانا بتأسف، وقلت له انا اسفة بجد، انا حاولت بكل الوسائل ان انا افتح التليفون بس معرفتش. فابتسم محمد وهو بياخد من ايدي التليفون وقال لي لا ولا يهمك، انا هتصرف وهشوف طريقة افتحه بيها. واثناء ما انا كنت بتكلم معاه لقينا سعدية الشغالة جاية بتقوله ان في ناس جايين للعزا ومستنيينه في الصالون. فلقيت محمد بيقول لي يلا علشان نخرج نقابل الناس، لأن طبعا منيرة اتعمدت تحرجني وخرجت وسابت البيت. وفعلا خرجنا أنا ومحمد واستقبلنا الناس اللي جاية تعزي في أبوه، وفعلا استقبلنا وفضلنا طول اليوم في العزا. وبالليل استنيت لما الناس كلهم مشيوا، طلعت وأخدت الشنط وخرجت بيهم من أوضتي، وأنا مقررة إن أنا هخرج ومش هرجع البيت ده تاني. وأثناء ما كنت ملبوخة في الشنط اللي في إيدي سمعت صوت محمد وهو بيسألني واخدة الشنط دي ورايحة على فين؟ قلت له أنا قررت أخد ماما ونعيش بعيد عن المشاكل. قال لي هو احنا مش قلنا إن ده بيتك وبيت مامتك وما ينفعش تسيبوا بيتكم؟ وبصيت له بكل امتنان وقلت له أنا طبعا بشكرك على موقفك الشهم معانا، لكن أنا أمي مريضة ومش من مصلحتها خالص إن هي تعيش في جو مشحون بالتوتر والخناق كل شوية، واختك زي ما انت شايف كده مش بترحم حد، فمن فضلك سيبني امشي لان ده فيه مصلحة للكل. فاعترض على كلامي وقال لي مفيش الكلام ده، من هنا ورايح البيت هنا هيبقى فيه قوانين، ومن اهمها ان كل واحد هنا يحترم التاني. قال لي مش هيلتزم يبقى هو اللي يمشي. حاولت اتكلم لكن محمد قاطعني وقال لي خلاص الكلام خلص على كده، اتفضلي يلا ادخلي على اوضتك ودخلي الشنط دي. فرديت له وقلت له حاضر، بس بعد اذنك انا هروح لماما المستشفى عشان اطمن عليها لاني سايباها لوحدها من الصبح. فرد محمد بكل ترحيب وقال لي طبعا لازم تروحي لمامتك وتطمني عليها. فاضطريت أرجع بالشنط على الأوضة تاني، وقلت لنفسي بنقص الشنط وأنفد بجلدي وخلاص. وبسرعة خدت شنطة إيدي ونزلت، لكن أول ما خرجت من باب الفيلا اتفاجئت إن محمد بينادي عليا. قلت له نعم. قال لي مش هينفع أخت من إخواتي تمشي لوحدها بالليل كده، تعالي اركبي وأنا أوصلك المستشفى. قلت في سر يد النيل عليك وعلى أختك، وقربت من العربية واترددت كده وقلت له ايوه بس قال لي اركبي وقلت له حاضر. وفعلا ركبت، واثناء ما كنت قاعده جنبه بدات افحصه بجنب عيني كده. بصراحه الواد جميل وامور وعضلاته مفتوله، وفوق ده كله شهم وخدوم، لكن انا لازم اهرب منه واقطع اي صله ليا بيه. واثناء ما كنت شارده بذهني سمعت محمد بيسالني وبيقول لي مش